ولما كانت الحلقة الثانية وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، والتفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد، لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة قصة الملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان قال لوزيره حسان: أريد أن أتنكر وتتنكر معي ونخرج إلى المدينة فنقف بأنفسنا على أحوال البلاد ونسمع شكاوى العباد. فقال الوزير حسان: سمعا وطاعة يا ملك الزمان. وخرج الملك ووزيره يطوفان بالمدينة حتى انتهيا إلى شاطئ النهر، فرأيا شيخا كبيرا في يده شبكة صيد وهو ينشد ويترنم: أتسمع يا حسان؟ نعم يا مولاي. لا تناديني بمولاك، إنما أنا شيخ من تجار اليمن وأنت أخي وشريكي. نادي هذا الرجل. اسمع أيها الصياد. دعني لحالي أيها الرجل الغريب. إذا كانت لك شكوى فلماذا لا تذهب إلى الملك لقمان؟ الملك لقمان